آه مساء الخير يا جماعة. النهاردة زي النهاردة زي ما واحد صاحبنا بيقول. آه البورصة في أمريكا ارتفعت إلى مستوى قياسي ما حصلش في التاريخ. بلاحظ من التعليقات ومن الكلام إن الناس في مصر فاهمين البورصة ديت خطأ تماما تماما. على فكرة أنا البورصة أقدر أتكلم فيها وبكل أريحية، لأن قضيت نص عمري فيها، ومش قضيت نص عمري فيها حاجة صغنطوطة، لا. آه كنت بيسموها تاجر يومي، يعني أشتري وأبيع في كل يوم، يوميا أشتري وأبيع على طول، اللي بيسموها الدي تريدر. فأقدر أقول لك يعني أتكلم فيها بمنتهى البساطة وبأريحية. يعني البورصة لا علاقة، بلاش كلمة لا علاقة لها، ليست مقياس للاقتصاد. ممكن الاقتصاد يكون في وضع مزري جدا ويكون البورصة عالية جدا، كما هو الحال النهاردة. يعني اقتصاد أمريكا مش حلو خالص، ومع ذلك البورصة في أعلى سعر. ما هي البورصة بقى؟ وليه وأنا عايز أقول إيه؟ إن البورصة، أنا هوصلكم الحتة مش هتعجبكم بعد كده، إن البورصة هي تسعير للبضاعة بسعر السوق زائد توقع مستقبلي. إذا تسعير للبضاعة بسعر السوق زائد توقع مستقبلي، إذا كان هيبقى أحسن أو أوحش، جزء منها يعني. إيه هي البضاعة في الحالة ديت؟ هي أسهم الشركات. ما هي أسهم الشركات ديت لو أنتوا بصيتوا في ماهيتها، يعني هي نظامها إيه؟ ما هي بضاعة، شركات عندها بضاعة. يعني رأس مال الشركة، يعني معنى كده قيمة البضاعة اللي عندها بتبقى قد كده، واخد بالك؟ فهو تسعير ليها زائد النقطة بقى التوقع المستقبلي، اللي هو مثلا على سبيل المثال، أنا قلت زي ما قلت سابقا توقعي، لأن إيران ومش إيران واللي بيحصل واللي هيحصل والمشاكل اللي تحصل مع الدول العربية، فتوقعت أن البترول يرتفع. أقوم أشتري بترول وغيري يشتري بترول مقتنع بنفس الحكاية، يقوم البترول يطلع فوق. واحد تاني زي المهندس نجيب ساويرس يقول لك لا، ده البترول هينزل، يقوم ناس مقتنعين بيه يبيعوا اللي عندهم، او بيعملوا حاجه اسمها شورت سيلينج، نيكد سيلينج، اللي هو بيع على المكشوف. من حسن حظ مصر، لان بورصه مصر يعني ممكن واحد فقط، مش واحد، ربع واحد او واحد ضعيف يتحكم فيها بمنتهى البساطه يعني. من حسن الحظ ان مصر ما عندهمش نظام النيكد سيلينج، اللي هو البيع على المكشوف. ف ده معناه ايه بالنسبه للراجل المستهلك العادي او ست البيت؟ يعني حاجة شغل عقلك كده، شغل عقلك. حاجة واتسعرت دلوقتي على السعر ده، بيكون النتيجة ان انت الحاجة غليت وبقت كده، فانت عشان الحاجة غليت اضطريت ترفع المرتبات توصلها لنسبة معينة عشان الناس تقدر تعيش بالطريقة دي. وبقى السباك يجي لك عايز في جلدة الحنفية قد كده، وبقى الكهرباء يجي لك يعمل لك كده، وبقى الراجل اللي بتعمل له فكله اتسعر بالطريقة دي. من الصعب إن لم يكن من المستحيل إنك تخفض مرتبات. يعني لو المنطق واحد معتقد إن ممكن الأسعار تنزل تاني زي الأول، يبقى أنا طبيعي المرتبات تنزل بقى أخرى بقى زي الأول. ده مسألة مستحيل. يعني أنت مستحيل واحد تديله مرتب 10 وترجع تقول له الدنيا رخصت بقى أنا هديك 7 بس. ما تحصلش. ده معناه إيه؟ معناه يا جماعة انسوا بقى الأسعار بتاعت زمان دي خالص، انسوها تماما. ما تفكرش في الاسعار بتاعت زمان. زي ما انا نسيت كده ايام ما كان ابويا بيبعتنا نجيب كيلو اللحمه من الجزار، يبقى قايل له هبعت لك الولا ب 60 قرش الكيلو. ما زلت فاكرها زي النهارده.
كنت باخد 60 قرش اروح اشتري كيلو اللحمه واجي. نسيت انا الكلام ده. انت بقى تنسى انطراخ، انسى حكايه انك كنت بتشتري كيلو الفراخ بكام وكيلو اللحمه بكام وكيلو الباميه بكام والكلام، انساه. السعر هو السعر اهو، اللي انت هتتحاسب على اساسه، واللي بتاخد مرتب على اساسه، واللي الدنيا هتمشي على اساسه. الشطاره في ايه بقى؟ انك ما يحصلش عندك انفليشن، تضخم. يعني الاسعار اهيت، فما تزيدش عن كده بقى. هي ده الشطاره، النجاح في انك انت بتنزل التضخم بحيث ان ما يحصلش زياده. ما هو التضخم عباره مش حكايه زياده اسعار، لا، نسبه زياده الاسعار عن فتره سابقه. فانت تاخد النهارده كده الديتم بتاعك، الديتم يعني ال المستوى القياسي، الحاجه اللي هتقيس عليها، المزوره اللي انت هتقيس عليها هي النهارده، ده الديتم. المفروض لو ما يزيدش عن كده بقى، لو زاد عن كده يبقى في انفليشن، لو نزل على كده يبقى خير وبركه، ولو انه نادرا لما بيحصل حاجه زي دي. ف ليه بقول الكلام ده؟ لان بقول يا جماعه، الناس اللي عايشين على وهم ان الدنيا هترخص مش هيحصل. النهارده الديتم هو كده، لانك لو رخصت عندك ما هوش حلو الاقتصاد بتاعك. يا فرحتي انت رخيص والعالم غالي. وطبعا دي فيها ميزه لو انت راجل تصديري، لو بتصدر تبقى الحاجه اللي عندك ارخص من العالم، فالدنيا كلها هتيجي تشتري من عندك. لكن احنا ما احناش في الوضع ده خالص. الصين بتحاول تخلي حاجتها رخيصة، وبتخلي عملتها ضعيفة، بتساعد ان العملة انها تضعف. ما بتحاولش ابدا ابدا تخلي العملة تطلع عشان تدن حاجتها رخيصة، يوم الناس يشتروا منها كتير، تقوم يحصل الرواج اللي احنا شايفينه في اقتصاد الصين، اللي احنا دايما بنشوفه على مدى السنين اللي فاتت. فايه اللي انا حبيت اقوله؟ ان انا اقول لك انساني يا استاذ، وخد عنواني: مفيش رخص تاني. باي باي.